أعزائي المشاهدين أصدقائي المتابعين، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا في قناتي. أنا عصام عقيل، ويا رب يجعل يوم النور على من اشترك أو شاهد أو ضغط لايك أو كتب أي تعليق. اليوم أول مباراة في مونديال قطر 2022 كأس العالم. ستقام المباراة الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. المباراة بين قطر ومنتخب الأكوادور. تابعوا معي لآخر الفيديو وستعرفون من سيكون الفائز هذه الليلة. أعزائي المشاهدين، قبل ما نبدأ بتشكيلات المنتخب القطري نبدأ بالصلاة على النبي، ومن ثم نتحدث عن التشكيلة، ومن ثم نتوقع لكم المباراة لهذه الليلة. تشكيلة المنتخب القطري: في حراسة المرمى سعيد الشياب، وفي خط الدفاع سيكون عبد الكريم حسن وابو علام طوخي وبسام الراوي واسماعيل محمد. اما خط الوسط سيكون همام الامير وعبد العزيز حاتم وحسن الهيدوش وكريم بوضياف. اما في خط الهجوم سيكون المعز علي واكرم عفيف. هذه كانت تشكيلة منتخب قطر. طبعا بهذه الأسماء سنتوقع لكم مباراة قطر والإكوادور وسنعلن لكم النتيجة، ولكن يجب علينا تحذير قطر من الشوط الأول، قد ربما يأتي هدف من الإكوادور. طبعا يجب على قطر استغلال الوضع وعامل الجمهور، وقد ربما منتخب الإكوادور يحدث عنده أخطاء وارتباك هذا اليوم. يجب على قطر أن تستغل الأخطاء التي يرتكبها الإكوادور. أما توقع للمباراة، إذا لعبت قطر بالأسماء التي ذكرناها سابقا فستكون النتيجة 2-1 لصالح منتخب قطر. طبعا سيكون هنالك لاعبين مهمين في منتخب قطر، وهما أكرم عفيف وكريم بوضياف، قد يصنعون هدفين أو يسجلون هدفين. بالتوفيق لمنتخب قطر. كنت معكم أنا عصام عقيل، وإلى اللقاء في توقعات أخرى.